هو فعلا النوم بعد الاكل مباشرة بيزود الوزن ولا لا؟ يلا بينا نعرف ايه هو الصح. خلينا نوضح في البداية كام نقطة علشان نقدر نرد على السؤال ده. أول حاجة عاوزك تعرف إن زيادة الوزن ليس لها علاقة بتوقيت الأكل بتاعتك، ملهاش علاقة أنت أكلت الصبح ولا أكلت بالليل، ولكن لما يكون اللي أنت بتستهلكه من سعرات حرارية، يعني اللي أنت بتاكله أكتر من اللي جسمك بيستهلكه، لأن ساعتها جسمك بيبدأ يخزن الفائض عن حاجته في صورة دهون ويحصل زيادة في الوزن. رقم اتنين، عاوزك تعرف برضك ان جسمك بيستمر في حرق السعرات الحرارية طوال اليوم حتى وانت نايم علشان ينتج طاقة ويشغل بيها وظائف الجسم المختلفة. من هنا نقدر نستنتج ونعرف ان النوم بعد الاكل مباشرة مش بيزود الوزن. بس خلي بالك، ما تستنتجش من كلامي ده ان انا بقول لك كل ونام، لان النوم بعد الاكل مباشره بيكون ليه اضرار. اولها بيقلل من جوده النوم بتاعتك، لان جسمك بيكون مشغول في هضم الاكل بتاعتك ومعظم الدوره الدمويه رايحه للمعده. رقم اتنين، ان هو بيكون احد الاسباب الرئيسيه لارتجاع المريء، علشان كده بننصح كل الناس وبنقول لهم على الاقل يكون الفتره ما بين اخر وجبه وما بين النوم على الاقل يكون ساعتين، علشان نقدر نتجنب كل الاثار الجانبيه ديت. بس كده، وما تنسوش تتابعونا، ودمتم في صحه وعافيه.